بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسن رضوان في درس جديد من دروس أوب. هنشوف النهاردة الدرس تغيير لون الشعر عن طريق برنامج الفوتوشوب. طبعا هنجيب الصورة موجودة على سطح المكتب، هنفرد الصورة، نحاول نكبرها عشان تدينا إمكانية في العمل، وهنحاول نعمل الباك جراوند دي نعملها لير عن طريق كليكين والأوكي. نستخدم الكويك ماسك، ونستخدم الفرشة. طبعا الفرشة حجمها كبير، كليك يمين نقلل حجم الفرشة تبقى بالشكل المناسب، ونبدأ نحدد الشعر. نحدد الشعر ماسك يعني طبعا مش لو تحت طلع لبره مشكلة، هنعالج بعدين. الموضوع غير رجع ولون العيون غير اللبس دي على طريقة، بس طبعا كل حد يختار السهل بشيء اللي يتعود عليه ويكون سهل بالنسبة له. نعمل الماسك عشان أحدد بيه شعر، إنه طبعا صعب جدا تحديد الشعر بأداة تاني غير وسيلة الماسك. كده طبعا لقينا شعر الماسك كويس، اللي ممكن تكون محددتش محددة كمان. طيب بعد ما خلصنا كويس كده إما بنضغط على زر كيو من لوحة المفاتيح، أو نضغط على زر Edit in Standard Mode. طبعا حصل تحديد للشعر زي ما حضراتكم شايفين، فاحنا نعمل انفيرس او عكسي للتحديد، لان طبعا التحديد يعتبر محدد الجزء اللي من بره، فبنعمل انفيرس او من على لوحة المفاتيح بندوس ارت كنترول شيفت واي، نبدأ تحدد جزء من الداخل بس اللي هو جزء الشعر بتاعنا. فبنبدأ ناخد نسخة من التحديد ده عن طريق layer new over copy أو كنترول وجي اختصار. خد زي ما حضراتكم شايفين نسخة من الشعر. هنا بعد كده ممكن نستخدم كذا طريق لتلوين الأجزاء المحددة دي، يعني مثلا ممكن نستخدم adjustment و color balance، ممكن نستخدم hue saturation. هنشوف color balance تعمل ايه، نشوف hue saturation كمان تعمل ايه. من ضروب التلوين ونغير يضرب معاه طبعا السيان السماوي، ماجنتا بنفسجي، واليورو الأصفر. طبعا مع تغيير الشعر مع تغيير محدد. انا استقر على اللون اللي احنا عايزينه، نضغط اوكي. طبعا فيه اجزاء يعني مش متظبطة، ممكن احنا بالاريسر نبدأ نمسح الاجزاء ممكن تكون لا تحديد. بعد ما نستقر على اللون اللي احنا عايزينه، بناخد فايل وسيف از، وبنحفظ الصورة مش بتنسيق BSD، لأن التنسيق BSD ما بيتفتحش مع البرنامج،
بنحفظها بتنسيق JPG زي ما احنا ايه الصور العادية اللي احنا بنشوفها JPG، ونكتب اسم الصورة، صورة 22 مثلا، واختار مكان الحفظ هنا، اختار برضه ديسكتوب، نقول سيف، اوكي. شكرا، تحياتي حسن رضوان.